ده مغني راب أمريكي اسمه ترافيس سكوت. ولو حد فيكم عمل سيرش عليه هيعرف إنه من أشهر معالم الماسونية في العالم، وإن طقوسه في الحفلات دايما معروفة لعبدة الشيطان، غير المصايب اللي بتحصل بعد أي حفلة من حفلاته. المصيبة الكبيرة إنه هيعمل حفلة قدام الهرم يوم 28 الشهر ده في مصر. طيب ليه وازاي واشمعنى التوقيت ده؟ وليه ماسوني يجي يحيي حفلة قدام الهرم؟ متخيلين الطقوس والرموز والموسيقى وترددات الذبذبات اللي هتحصل عند الهرم معناه ايه؟ طيب الفجوة اللي بين الهرم وبين الماسونية، ومش ده الهرم اللي كان مقفول من يومين بسبب الممر اللي اكتشفوه وكان مش معروف بيودي لفين؟ ومن سنتين بالظبط اخر حفلة ليه كان كاتب على هرم في البوستر بتاعه اشوفكم في الناحية التانية من الفجوة. كل دي صدفة؟ والتيكيتات بتاعته اللي اتباعت كلها في اقل من ربع ساعة، واقل تذكرة فيهم كانت ب8000 جنيه، ده مش غريب شوية؟ مليون سؤال وسؤال جوه الموضوع ده محتاجين اجابة عليه. لو عايزين تفاصيل اكتر استنوا الفيديو الجاي.